مجلس الإدارة بالإجماع خد قرار بالاعتذار، مش بالانسحاب، بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر في الإمارات للأسباب الآتية. الموضوع زاد عن حده. هذا الاتحاد اللي خسر كل البطولات، الشباب والناشئين كله، وطلع ما خدش كاس عالم وخسر افريقيا، كله خسر كله. دخل معركه مع نادي الزمالك باينه قوي، مع ان جمال علام عامل نفسه زملكاوي، وحازم امام عامل نفسه زملكاوي، وبركات عامل نفسه زملكاوي. لا، الموضوع زاد، والموضوع مش من موضوع كهرباء. يعني يا جماعه، زي ما انا قلت واول ما قبل ما نخلص الاجتماع يعني نتكلم مع بعض، مش ممكن يا جماعه لاعب هربان من نادي الزمالك، لا هربان وعاده ساري، تقوم الفيفا يقول لك عقوبه، وبعدين الانضباط الدوليه تديله عقوبه، يقول لك مش هدفع. هذا اللاعب نفسه في السوبر اللي اتعمل في الامارات ماتش 100 زي الفل، لعيبه الاهلي والزمالك مع بعض زي الفل، مفيش مشكله. نزل ضرب طارق حامد، ضرب حازم امام، الماتش ولع، وكانت فضيحه هناك اللي احنا شفناها. مصممين؟ يعني انا شايف ان بدل ما النادي الاهلي يعمل قضيه النهارده انه لجنه الانضباط دي باطله. طب ما لما هي باطله يا محمود يا خطيب، لما هي باطله امال انت قدمت شكوى ضد انا ليه عند نفس اللجنه؟ ولا هي باطله لما تطلع عقوبه عندك تمام عليك انت، ومش باطله وحلوه لما ترجع عقوبه عندي 300,000 جنيه ومنع من دخول المباريات شهرين؟ ايه الهكس ده؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ طب لما هي باطله، الولد كهربا ده راح حضر التحقيق ليه قدامها؟ طب المحامي بتاعك ليه حضر التحقيق قدامها؟ مش هي باطله؟